السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا حبايب قلبي، عايزاكم قبل ما نبدأ الفيديو تدعولي دعوة حلوة علشان فعلا الفترة دي الواحد محتاج دعواتكم، فادعولي دعوة حلوة وربنا يريح بالي وبالكم. وعايزاكم تعملوا لايك للفيديو قبل ما نبدأ الفيديو، كده لايك للفيديو شجعوني بيه، كومنت حلو منكم، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. شوفوا بقى، النهاردة مش هعمل روتين عميق، انا هعمل ترويقة سريعة كده علشان بس ايه آه التراب اللي هو على طول انتوا عارفين ان هو مالي شقتي ده. ف ترويقة سريعة يعني، مش هعمل تنظيفة عميقة. طلعت برا كده، وطبعا طالما انا طلعت برا هتلاقوا العفاريت بتوعي معايا، ما ينفعش ان انا اطلع اعمل حاجة وهم قاعدين جوا ابدا. بس فقبل ما اعمل اي حاجة، اول ما فتحت التلفزيون اشتغل على قناة الاطفال، فراحوا قاعدين بقى يتفرجوا، ما رضيوش ان هم يدخلوا جوه. انا كنت عايزة اشغل قرآن، اشغل اي حاجة يعني تسليني وانا شغالة كده. لقيتهم ان هم قعدوا خلاص بقى مش عايزين ان هم يدخلوا، فسبتهم بقى قاعدين وخلاص. وبدأت كده ان انا ايه انفض الركنة كده من التراب اللي عليها، في ترابة خفيفة كده. قلت بقى هفرش البياضات دي تاني وشوية كده، يعني كام يوم وهشيلهم علشان هغسل، فهغسلهم معايا. بس بدل ما ايه ما اشيلهم وتفضل الركنة زي ما هي كده على فرشها بتتبهدل جامد، لا ايه قلت اسيبهم زي ما هم لحد ما اجي اغسل وبعدين ابقى اخدهم معايا. بس فانا وبرضو ايه يعني، اول ما هشيلهم هغسلهم وهشيلهم افرشهم تاني على طول، يعني مش اللي هو ايه مش هشيلهم لان انا ما عنديش بديل ليهم بصراحة. عايزة ابقى اشتري كفر للركنة دي، بس ايه ربنا ييسر الحال ان شاء الله. بس ظبطتها كده على الركنة، وشلت الهدوم بتاعت محمود اللي كانت عليها، وهبدأ بقى ان انا ايه الحمد لله هي ما فيهاش كراكيب، يعني مش مبهدلة، لان على طول احنا قعدتنا زي ما انتوا عارفين في الأوضة بتاعت اوضة النوم، علشان الجو عندي وحش قوي في الشقة، فعلى طول احنا قاعدين في اوضة النوم، يعني في الأوضة اللي فيها التكييف. فيعتبر الشقة بتاعتي كلها طول الصيف مهجورة، فاوقات بطلع انضفها كده، واوقات ايه ما بطلعش من الأوضة اصلا. خلاص هي احنا معيشتنا كلها جوه في اوضة النوم، فما بطلعش برا خالص. المهم ان مفيش اي كراكيب، فشغلت المكنسة على طول كده. وطبعا الركنة مفيش تحتها اي حاجة، العيال طالما ما بيلعبوش برا فما فيش اي حاجة بتدخل تحت الركنة يعني. انما لو احنا قاعدين برا مثلا في الشتاء ولا حاجة، تلاقي بقى ايه لم دحرجة، كور صغنونة، عربيات صغنونة، الألعاب بتاعتهم كلها تلاقيها تحت الركنة دي، شيبسي وكاراتيه وأي حاجة تخطر على بالكم أو ما تخطرش تلاقوها تحت الركنة دي. فأنا طول الشتا بحاول إن أنا أدور على أي حل أقفل بيه الركنة دي علشان ما يدخلش تحتها حاجات. بس طول الصيف طالما ان احنا مش قاعدين برا خلاص مفيش حاجة بتيجي تحتيها يعني. فانا ايه كل فترة كده اما بشيلها وبنضف تحتيها علشان برضو التراب، بس ايه هي بيبقى تحتيها يعني مفيش حاجة داخلة تحتيها يعني. بس نيجي للانتريه، شوفوا يا جماعة التراب والله العظيم حرام، حرام اللي انا فيه ده. اعمل ايه؟ قولولي لو عندكم حل اعمله. يعني انا حطيت تحت عقب الباب بتاع باب الشقق فوطة كده قديمة حطيتها برضو ما منعتش حاجة، يعني حسيت ان هو تحت عقب الباب واسع كده، فقلت يمكن هو اللي بيجيب لي التراب ده، فقفلته ما برضو ما فيش يعني. هو برضو التراب اللي بيجي هو بيجي منين انا ما اعرفش يعني. ما بفتحش شبابيك، ما بفتحش اي حاجة، مش عارفة والله اعمل ايه. المهم نفضت الانتريه كده من التراب. عايزه اقول لكم يعني احنا مش قاعدين فيها، وبرضو كل شويه ايه هو اكني ايه قاعدين احنا في صحراء في جبل، مع ان احنا مش في جبل والله. احنا حوالينا بيوت والدنيا مقفله يعني، المكان مقفل بيوت حوالينا، مش على طريق، مش على
مش في جبل، مش في مكان صحرا يعني، ان يجي التراب ده كله. بصراحة انا كارهة حياتي بسبب التراب ده. المهم ان انا كده ايه، نضفت الترابيزة كده معاكم، ونسيت ان انا اصور ما صورتش يعني ان انا احط المفارش على على الترابيزة وعلى الديب فريزر من شقاوة العيال. والله انا صورت بس كده وولعت البخور وبعد كده افتكرت بقى المفارش بقى، وان انا ألمع المرايات ديت بالملمع الزجاج وكده. ف ما صورتوش بقى يعني. الحمد لله ان انا عرفت اصور اصلا منهم. بص المكنسة بتاعتي الايام دي يعني الله يكون في عونها، مش عارفة مالها مزهقاني كده، والزرار بتاعها بتاع الباور بيعلق فقرفني قوي، وحسها مش بتشفط زي الاول، مش عارفة اعمل معاها ايه. عايزة ابقى اشيل الكيس بتاعها واغسله، مش عارفة هيأثر ولا لأ، ولا هي جابت اخرها ولا ايه، مش عارفة. المهم كده جبت بقى ايه الشرشوبة بتاعتي وحطيت فيها شوية بريكس. آم، عايزة اقول لكم الشياطين دول والله العظيم انا شوية كده وعلقهم في المروحة، خدوا من الرغاوي بتاعة البريكس وطلعوا يجروا على جوه في ثواني. في ثواني لقيتهم في المطبخ واقفين ماسكين الصابون في ايديهم، الرغاوي بتاعة الصابون. بصوا هو مش عارف يعمل ايه، اعمل ايه اعمل ايه. انا ما خدتش بالي من خدتش بالي من الجزء ده في المونتاج. المهم يا جماعة ايه، انا كده اعتبر خلصت. ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا ما اغيبش عليكم في الفيديوهات. انا عايزه والله ما اغيبش بس مش عارفه. بسبب عدم التفاعل على الفيديوهات بحس ان انا بيجيلي احباط كده، ماليش نفس ان انا اصور. عايزه اقول لكم انا بصور الفيديو ما بيبقاش ليا نفس ان انا اعمل له مونتاج ولا اسجل عليه الفويس اوفر ولا حاجه، فبسبب قله التفاعل مش عارفه اعمل ايه بصراحه. مش عارفه لو انتم مساعدتونيش مع مين هيساعدني يعني، مش عارفه. المهم برضو كده انا مش هشيل الكراسي بتاعه الانتريه، هعمل كده بس المره دي تنظيفه سريعه، ومش على طول ان انا بشد وبشيل الكراسي والسجاده من مكانها. هودي صحتي فين يا جماعه؟ صحتي انا صحتي على قدي والله. النهارده بقى قلت مش هولع، مش هرش معطر، هولع عود البخور ده. انا بولعه شويه وبعدين بطفيه على طول علشان ايه، الحساسيه عندي وكده، فبولعه شويه بس كده كراحه نفسيه وبعد كده بطفيه. يعني مش بشغله كله العود كله مره واحده. بصوا 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 القرد بتاعي. طالما ولعت بخور بقى بصوا كلهم يجوا عايزين لازم ينفخوا فيه. طب يا جماعة هو خلاص اتطفى برضه هنفخ فيه، طب يلا نفخ. يقعدوا لازم كلهم ينفخوا هف هف كده، خلاص هما كده ايه اشبعوا الغريزة اللي فيهم يعني خلاص. عايزين بقى ايه يمسكوا يلفوا بيه في الشقة، قلت لهم لا خلاص حلوة قوي كده. بس عايزة اقول لكم هما فرحانين جدا ان انا سايباهم كده في الشقة معايا وانا شغالة، مش حابساهم يعني. كده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.